انا شخصيا اول ما بدأت اتقاضى مقابل عن اي شغل ما بين قوسين ابداعي، ما كنتش ببقى مصدق او فاهم الشخص ده بيديني فلوس ليه، حتى لو كان المبلغ ده قليل جدا. ولكن انت بتكون مبسوط لانه انت بتبقى لسه السوفت وير بتاعك defined او معرف بفكرة المصروف، فانه يتحول الامر انه انت بتتقاضى مصروفك ده من شغلانتك، من الحاجة اللي انت بتحبها. فده بيكون شعور خليطي كده بين ان انت فرحان قوي وان انت مش فاهم هو الناس دي بتديلك فلوس ليه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مساء الخير او يا صباح الخير على حضراتكم جميعا. يوم جديد وبداية أسبوع جديدة مع بودكاست كولاج، البودكاست اللي بنناقش فيه موضوعات متعلقة بالفن وبالإبداع في مختلف المجالات، بنشارك تجارب وبنتأمل ظواهر وبنتذوق مع بعض كل ما هو إبداعي وكل ما هو جميل. حلقتنا النهاردة عن الفلوس، وبالتحديد عن علاقة المبدع بالفلوس. علاقة المبدع بالفلوس هي علاقة شائكة جدا وعلاقة ملتبسة إلى حد كبير من زاويتين. زاوية بتكون بين المبدع والفلوس بس، والزاوية التانية بتكون بين المبدع والطرف الآخر طالب الخدمة أيا كان مسماه، والفلوس بتبقى في النص. وبعد محاولة للتفكير كتير والنظر للموضوع من اكتر من زاوية، ادركت انه الموضوع اعتقد ممكن يتم تقسيمه على حلقتين. الحلقة الاولى نتكلم فيها عن زاوية المبدع والفلوس، نظرته ليها، افكاره عنها، الاسئلة اللي بيطرحها على نفسه، ممكن اخد فلوس امتى، انا استحق قد ايه، انا. والجزء الثاني نبدأ نطرح اسئلة لها علاقة بإدارة التعامل ما بينك انت كمبدع، كشخص بتقدم افكارك لجهة بتديلك مقابلها فلوس. دي العلاقة دي ادارتها لها اسلوب معين او لها اساليب معينة، لها طرق معينة. في ناس جربت حاجات كتيرة جدا وقدرت انها تستخلص منها، خلينا نقول دروس، غلطت في حاجات فبتوضح للي قدامها انه يتجنبها. وده جزء من اللي انا هحاول اني اعمله على مدار الحلقة دي والحلقة اللي جاية. وبالتالي خلونا نبدأ كلامنا عن زاوية المبدع نفسه وعلاقته بالفلوس وأسئلته الخاصة بالفلوس. ولكن قبل ما نبدأ اسمحوا لي أفكركم أو أقول لكم على حاجة، وهي إنه دلوقتي البودكاست أصبح متواجد على يوتيوب ميوزك، وهي نقدر نقول إنها مرحلة انتقالية ما قبل إلغاء جوجل بودكاست. وده عن طريق، أو يعني المعلومة وصلت لي عن طريق ميل أعتقد اتبعت لأغلب الناس يعني اللي بتصنع محتوى على المنصات السمعية عامة، واللي وضحوا لي فيه إنه مع بداية 2024 هيبدأ المحتوى اللي كان متاح على جوجل بودكاست ما يبقاش متاح تاني، وينتقل بطريقة او باخرى لسه ما وضحوهاش، هينتقل ليوتيوب ميوزك. وانا من وجهة نظري انها نقطة مفيدة، لانه انا بصراحة شخصيا لو عليا نفسي انه كل حضراتكم تسمعوا على يوتيوب ميوزك، لانه انا نفسي اني اقدر كمان ادي وقت اكتر وابذل مجهود اكتر في موضوع البودكاست ده. ولكن طول ما انا مش قادر اتحصل لسه منه على عائد يخليني اقدر اتسند عليه، يخليني اقدر اكت من ساعات يومي او من ساعات شغلي وابدأ اشتغل عليه. وبرضو توضيحا اشمعنى يوتيوب بالذات، لانه يوتيوب هو المنصة الوحيدة اللي بتديلك مقابل او بتبقى فيه فكرة المونيتايزيشن فيها، على الاقل في مصر. يعني على الاقل في مصر تقريبا هي المنصة الوحيدة من منصات البودكاست اللي ممكن تكون بتديلك مقابل. وبالتالي انا ببقى عارف انه ممكن في ناس ما عندهاش استعداد تفضل فاتحة فيديو هو عبارة عن صورة ثابتة وبتسمع حاجة بس، لكن دلوقتي يوتيوب ميوزك حل الموضوع ده. وكل الموضوع ان انت زي ما بتفتح تطبيق تاني، سواء انغامي، سبوتيفاي، ديزر، كاست بوكس، ايا مكان، ابل، جوجل،
حضرتك هتفتح برضو الفيرجن السمعي من يوتيوب ميوزك وهتلاقي الحلقات متاح. ارجو ان انا ما بقاش طولت في النقطة دي، ولكن وجب التنويه يعني عشان في ناس بتحب تسمع على جوجل بودكاست، فبرضو كان يجب انه يبقى فيه تنبيه قبلها بوقت كافي. ندخل في موضوعنا. وسبحان الله المقدمة او الكلام اللي كنا بنتكلمه عن المونيتايزيشن وكده، ده ممكن يكون مدخل جيد انه ربنا يريد او يكون ليه حكمة ان انت تشتغل في الحاجة اللي انت بتحبها واللي انت شاطر فيها، وكمان تقدر ان انت تتحصل منها على فلوس او على عائد مادي يقيم حياتك. فدي نعمة كبيرة جدا، وناس قليلة جدا هي اللي ممكن تكون محظوظة بيها، وهي بس اللي بتقدر تعملها. عشان كده دايما في ناس عايزة تكون متصدرة لمشهد ما. افتكر انه انا شخصيا اول ما بدأت اتقاضى مقابل عن اي شغل ما بين قوسين ابداعي، ما كنتش ببقى مصدق او فاهم الشخص ده بيديني فلوس ليه، حتى لو كان المبلغ ده قليل جدا، ولكن انت بتكون مبسوط لانه انت بتبقى لسه السوفت وير بتاعك defined او معرف بفكرة المصروف. فانه يتحول الامر انه انت بتتقاضى مصروفك ده من شغلانتك، من الحاجة اللي انت بتحبها، فده بيكون شعور خليطي كده بين ان انت فرحان قوي وان انت مش فاهم هو الناس دي بتديلك فلوس ليه. من اوائل المشاعر اللي ممكن الواحد يبدأ يحس بيها بعد ما يبدأ يتقاضى اجر، انه يحس بالذنب تجاه الشخص اللي بيديله فلوس ده. وانا فعلا كنت اوقات يجي مثلا مطلوب مني قصة اكتبها لحاجة، سكريبت فيديو او سكريبت حلقة او اعلان صغير كده، فانا ما كنتش ببقى فاهم هو الناس دي بتديني فلوس ليه، او ده هما بيخلوني اعمل الحاجة اللي انا بحبها فشكرا خلاص. والحقيقة انا كنت فاكر انه ده مش مفهوم ليا انا بس وانا ببدأ، ولكني يعني كنت بتكلم مع احد الناس كده، وبعدين برضو انا عندي مشكلة ان انا مش طول الوقت ببقى عارف اقول للناس انا بشتغل ايه، لانه انا شخصيا ما ببقاش عارف طول الوقت انا بشتغل ايه. يعني انا احيانا ممكن يبقى يومي الصبح وليكن يعني في اجتماع في وليكن شركة انتاج او اي مكان او قناة او whatever، بعد الدور انت قاعد شغال على ايه؟ انا قاعد شغال على جينجل لحاجة. وبالليل بتعمل ايه؟ لا انا بعمل مونتاج للحاجة الفلانية. فببقى عندي المشكلة دي، وبالذات لما ببقى في الشارع او مع ناس ملهاش دعوة بالشغلانة نفسها. كنت بتكلم مع الشخص ده وبعدين بحكي له، فهو الولد او الشخص يعني اللي بكلمه هو مش فاهم، فهو بيقول لي ايوه يعني انت بتشتغل ايه؟ يعني انت بتهزر؟ فهم بيدولك فلوس؟ عشان كنت بوري له اعلان كوميدي يعني. فده تجسيد للحالة اللي انا كنت فيها في الاول، وهي حالة عدم الفهم وعدم استيعاب انا ليه بتقاضى فلوس على حاجة زي دي يعني. لحد ما اكتشفت حاجة بقى، ودي بتكتشفها لما تبدأ تكبر في شوية كده في شغلك، وتبدأ ان انت بتبقى بتتعامل مع اطراف ادارية مثلا account managers CEO بتاع الشركة. بتكتشف انه مش كل الناس بتعرف تسرح وتتخيل بدماغها. دي نعمة مش كل الناس بتقدر انها تعملها، ودي بتحسها بالذات لما تبقى قاعد في ميتنج مثلا هتتكلموا في بريف اعلان او في بريف مثلا عمل هتعملوه، وتلاقي حد من تيم اداري بيقترح افكار. طبعا بصرف النظر انا ببقى عايز انفعل عليه بس بسكت، بس بتدرك قد ايه انه فكرة التخيل او ان انت تجيب افكار دي مش حاجة سهلة، لانه في ناس تانية ممكن تبقى اكبر منك ولكن لا هي مش قادرة تروح للحتة اللي انت بتروح. فانت بتاخد فلوس على ايه؟ انت بتاخد فلوس على ان انت بتعرف تسرح وتروح رحلة جوه خيالك وترجع منها بمنتج مفيد للناس. صورة الافادة دي بقى ايه؟ تختلف. قد يكون ان انت بتقنعه بفكرة، بتقنعه بمنتج، بسلعة، بخدمة. قد يكون ان انت بتأثر في مشاعره. قد يكون ان انت بتنسيه هموم اليوم، او كما يعني يطلق عليها في العلوم الاعلامية الاسكيبيزم، ان انت
بتعمل له اسكيبيزم، قد يكون ان انت بتعمل له كاثارسز او تطهر نفسي لما يشوف حاجة معينة. تأثير وجداني بحت، تأثير غير مرئي ولكنه فعال جدا. انت بتقدر حتى لو انت مش مستوعب ده في البداية، ولكنك بتقدر انك تعمله. ولو جينا بصينا على الموضوع من زاوية اقتصادية بحتة، فهتجد انه والله انت بتقدم خدمة، الخدمة دي في ناس بتحس احسن لما بتاخدها، فالناس دي بتدفع فلوس عليها، وبالتالي انت يجب انك كشخص تتقاضى جزء من الاجر الكلي يعني للشغلانة، تتقاضى انت جزء منه، لانه انت اللي فكرت وانت اللي خضت الرحلة دي. بمجرد ما الشخص بيبدأ، هو بيبقى الموضوع في الاول عامل زي الحاجات اللي انت بتبقى التعامل مع الفلوس يعني بيبقى عامل زي الحاجة اللي انت كاره طعمها وريحتها، ولكن بتبدأ تدمنها بالتدريج. بيسموها يعني باللغة الدارجة كده، بتبدأ ان انت تتسعر بالتدريج، تبدأ ان انت حتى انا بحب لغة المنتجين في الموضوع ده. لا اصل فلان ده بقى بيعرف يعد المليون، يعني استعارة مكنية كده على انه خلاص الولد ده او الراجل ده مش هينفع ان احنا نجيبه تاني بمبلغ قليل. فلان ده بقى خلاص بيعرف يعد باكو، بيعرف يعد رزمة مش عارفة كام. بس فبصرف نظر انا اسف يعني عن وضاعة المصطلحات، ولكنها مصطلحات واقعية جدا. فانت بمجرد ما بتبدأ تتسعر شوية او بيبدأ يحصل لك كده انه انا مش عاوز اعمل حاجة قوي بدون مقابل، يعني بتتحول انه انت كشخص تقعد تشتغل على مشروع او تشتغل على حاجة هتكتبها او حاجات منتجها هتصورها ببلاش. ده بيكون شيء شديد الازعاج والارهاق بالنسبة لك، ومش بتبقى متقبله تماما. يعني خلاص ما بتبقاش عارف ان انت ترجع تاني تعمل ده ببلاش، وبالذات في المرحلة اللي بعد ان انت دقت الفلوس، دقت طعم ان انا وليكن مثلا اذا انا عاوز اشتري موبايل جديد كده، يعني انا ممكن انزل بالكريدت كارد بتاعتي اشتري موبايل وما استأذنش بابا؟ ينفع. ايه ده؟ يعني انا وليكن عاوز اسافر فور اكزامبل، مش محتاج ان انا افضل امهد لوالدي او لوالدتي قبلها بفترة عشان يدوني فلوس؟ فتبدأ هنا ساعتها تروح للجهة الاخرى تماما، تبدأ تقدس الفلوس وتبقى هي محور تفكيرك، وتبدأ ان انت تبقى زي ما بيقولوا كده محدث شوية. بيبدأ تطرح اسئلة كده على نفسك انه ماشي، ممكن تبقى في الاول انت بتعمل شغل على سكيل محدود اللي هو اللي بيسموه الفاميلي اند فريندز، الدايرة المحيطة بيك، وبتاخد ماشي مبلغ بسيط، حاجة صغيرة كده انت مقابل ان انت كتبت قصة، كتبت سكريبت، اوكي ماشي. تبدأ بقى ان انت عايز تشتغل مع كلاينتس او تشتغل مع حد ما يعرفكش، عارفك عن طريق شغلك او حد رشحك ليه عن طريق شغلك. وهنا يأتي السؤال الاول، انا امتى اخد فلوس؟ قلنا والله انت بتاخد فلوس على قدرتك على التخيل وبتاع، ماشي، بس انت مش اي حد بيعرف يتخيل ماشي في الشارع بياخد فلوس. انت في النهاية التخيل ده هو سلاح انت بتضرب بيه هدف معين او بتحقق بيه هدف او تارجت معين، ما انت مش بتتخيل في المطلق. سؤال انا امتى اخد فلوس ده بينقلنا لمحورين مهمين جدا. المحور الاول وهو طبيعة المهنة الابداعية in general او بشكل عام، ثم النقطة التانية وهي انا امتى استحق او يجب اني اطلب فلوس لانه ده حقي. خلونا نبدأ بالنقطة الأولى وهي طبيعة المهنة الإبداعية. يمكن اللي متابع من حضراتكم ويعني حريص ان هو يسمع الحلقات كلها، فهتجدوا ان احنا كنا تطرقنا لده بقدر ما في الحلقات ال3 حلقات الخاصة بالطلاب الجدد يعني في كلية الإعلام. ولكن عشان يعني برضو نبني على اللي احنا قلناه ساعتها، فهنكرر ده مرة تانية، وهو انه طبيعة المهنة الإبداعية هي مهنة ذاتية. بمعنى ايه مهنة ذاتية؟ خلونا ندي مثال. دلوقتي انا شخص وليكن انا كرييتيف دايركتور، انا كوبي رايتر، انا بشتغل حاجة ابداعية. المهم قعدنا مثلا في برودكشن هاوس او شركة انتاج يعني، وقعدنا نتكلم مع المنتج المنفذ. هو يسأل طب انتوا بتفكروا مين اللي ممكن يعمل الاعلان ده
مين ممكن يعمل له مزيكا، مين ممكن يعمل له مونتاج. ساعتها بيكون الرد انه والله وليكن مثلا انا كاتب اعلان في بنى دراما في حدوته طويله شويه، فجيت قلت له على سبيل المثال والله انا عاوز احمد حافظ مونتير، استاذ احمد حافظ هو اللي يعمل لي ده، او انا عامل اعلان جنجل في رتم سريع، في انا متخيل التقطيعات بتاعته بشكل معين، فيقول لي انت عايز مين يعمل له مونتاج، فاقول له مثلا عمرو ربيع. المزيكا دي عاوز مين يعملها؟ فلان. الكوستيوم ديزاين ده عايز مين يعمله؟ فلان. ليه؟ خلينا نبص على الموضوع من بسيناريو اخر دلوقتي، وليكن انا قاعد نفس القعده دي ولكن مع رئيس محاسبين مثلا يعني، وجيت قلت له والله احنا مثلا عاوزين نعمل تقرير او جرد مالي لشركه مش عارفه ايه. هل هو هيسالني سؤال انه طب انت عايز مين موظف يعمل الموضوع ده؟ هل دي ممكن تكون حاجه مطروحه؟ انا شخصيا اجابتي لا، ما اعتقدش. ليه؟ لانه في النهاية انا بالنسبة لي عاوز تقرير، فالتقرير ده كتبه خالد، كتبه حسن، كتبه شريف، كتبه نبيل، ايا مكان مين اللي كتبه. ففي النهاية انا يهمني نتيجة معينة، مش عاوز فيها input او بصمة او اضافة شخصية. ولكن على العكس انا مثلا في فيلم او في اعلان او في برنامج او في اي مكان اللي بعمله، جيت عاوز مثلا سنس معين او بصمة معينة في المونتاج الكوميدي مثلا، او عاوز شكل مزيكا معين. طيب مين اللي بيعمل شكل المزيكا ده؟ والله وليكن مثلا مودي الامام هو انسب حد بيعرف يعمل الحتة دي. ليه؟ عملها كتير وهي بتاعته، هو بيطلع الحتة دي مظبوطة. احنا عاوزين حاجة تشغل تراك المزيكا في المسلسل الناس تعيط، خلاص بص هنكلم لك دلوقتي ياسر عبد الرحمن يجي بفرقة الكمانجات كلها يأثر فيك. اوكي، الفن او المهنة الابداعية عامة هي مهنة ذاتية، استبدال عنصر فيها بيؤثر على النتيجة الكلية. مش عارف ليه حسيت انه الاداء بتاعي دلوقتي ده اداء عامل زي شرح مادة الدراسات في ابتدائي، ولكن هو ده الحقيقة، انه مجملا انت كشخص لو غيرت عنصر في عناصر العملية الابداعية النتيجة هتختلف. ليه؟ لانه كل واحد بيحط فيه من مجهوده ومن افكاره ومن زاويته ومن وجهة نظره. وبالتالي ده بقى ينقلنا للنقطة التانية. انا كصاحب عمل، انا كمنتج، انا كوكالة اعلانية، انا ايا مكان، مش هدفع لخالد ده فلوس اصلا غير لما ابقى عارف او ضامن انه هو بيعرف يعمل المهنة دي، او بمعنى تاني انه خالد ده يستحق ان هو ياخد فلوس. طيب انا كشخص دلوقتي هقدر اعرف ازاي انه انا فعلا بعرف اعمل الشغلانة دي ولا لا؟ طيب هقولك على حاجة، انت عامة يعني لو ربنا اراد كده انه انت يعني تتنده بنداهة ان انت تشتغل في الموضوع ده، فانت يا اما شخص دارس للعمل الابداعي ده بشكل من الاشكال، وليكن خريج معهد السينما، معهد فنون مسرحية، كلية فنون تطبيقية، فنون جميلة، كلية الاعلام، او ان انت هتبقى قررت تدرس حاجة تانية ولكن تنمي نفسك وقدراتك ومهاراتك بالمزيد والمزيد من الشغل على نفسك. تمام، ده عظيم جدا. وعشان تدرس ده اصلا انت بتحاول دايما تعمل مشاريع تجرب فيها، والله بص انا كتبت القصة دي، انا كتبت السيناريو ده لحد دلوقتي، ده حلو. تمام. طيب هل انا هنا في اللحظة دي اقدر اقول انه انا بعرف اعمل الشغلانة دي عشان اديت وليكن سيناريو لخالي الكبير اللي بيحب يقرأ، او للمدرس بتاعي او للدكتور بتاعي في الجامعة او اي مكان؟ لا، ما تقدرش تحدد. ليه؟ لانه اولا مش شرط خالص انه حتى لو انت اديت المنتج الابداعي ده لحد مختص انه يديلك رأي، هو هيديه لحد بيشتغل يعني. وليكن ممكن يقولك اشتغل على نفسك اكتر، اقرأ اكتر، ذاكر مش عارفة شغل نجيب محفوظ عشان الشخصيات بتاعته بص كانت مبنية ازاي، بص باني السيد ازاي، قريت كذا، كل الكلام اللي هو ذاكر مور. على عكس الفيدباك اللي انت بتاخده
لما تبقى قاعد وليكن مثلا في كريتيف ميتنج، انت خلصت اعلان، فهنا بتسمع نقط تانية خالص. هنا بتلاقي اللي قدامك بيكلمك انه اصل الجنجل ده اسم المنتج مش متكرر فيه مثلا كتير، لا احنا عاوزينه متكرر كتير، لا احنا عاوزين نميكس كذا اوبشن مع بعض، احنا وليكن مثلا عاوزين انه يبقى سنترد قوي على المنتج، او انه وليكن مثلا انت كتبت فيلم فهتجد انه النقاشات بتاعك ده كام لوكيشن، ده كام يوم تصوير، ده طب الديكور هنعمل كذا ولا كذا، طب المزيكا، طب اسلوب التنفيذ، طب هنصور الاول، طب تفاصيل انت ممكن ما تبقاش متخيل انه انت هتقعد تتكلم فيها او تتناقش فيها مع حد، ولكنك اكشلي لا بتبدأ تدخل في ده. فلحد ما تقدر ان انت تقعد القعدة دي او تتكلم الكلام ده، انت هنا مش ينقصك حاجة، انت مش وحش يعني، بس هو طبيعي ان انت تبقاش قعدتها عادي. بس بمجرد ما بتبدأ تقعد بتبدأ بقى تكتشف هل انا بعرف اعمل فعلا الشغلانة دي ولا لا. وعشان تدرك ده فعلا لازم يكون في اول مرة. بمعنى ايه لازم يكون في اول مرة؟ بمعنى انه والله انت ماشي قلت ان انت صحفي شاطر وموهوب ودكتور فلان رشحك لينا، فتمام ماشي تعالى. انا مش بحب اكرر ده كتير، ولكن للاسف هو السياق اللي بيفرض عليا. انا كنت محظوظ ادعي انه انا تقريبا كل يعني الحاجات اللي متعلقة شوية بالعمل الإعلامي أو الإبداعي جربتها. مش هقولك إن أنا جبت آخر كل حاجة، ولكن أنا جربت صحافة عربي انجليش، جربت تسويق، جربت إعلانات، جربت دراما، جربت أفلام، حاجات وثائقية، ديجيتال برودكشن، كل ده جربته في اطار مؤسسي او في اطار فردي، واغلبهم كان في اطار مؤسسي. اكتشفت حاجة بقى، اكتشفت ان انت ممكن تبقى عندك تخيل او تصور ان انت بتحب الشغلانة دي، ولكن لما تيجي تعملها فعلا ما تطلعش بتحبها. انا مثلا حصل لي كده مع الصحافة ومع التلفزيون. انا الصحافة بالنسبة لي جيت جربت وكنت بقى ايه، اقعد انزل الصبح الساعة 6 عشان كان في ست بتبيع جرايد معينة، واروح اشتري جورنال الحياة اللندنية واشتري مش عارفة مجلة التايم وذا ايكونومست. كان عاجبني الجو ده قوي، والحواديت بقى بتاعت هيكل الكتاب بتاع زيارة جديدة للتاريخ ده، والحوارات مع فلان وفلان. انا عاوز ابقى كده. فطبعا انا رحت عايزين يعني تقعد بقى مع الشخص المسؤول عنك، رئيس القسم ايا مكان، عايزين فيتشر عن الحاجة الفلانية. فالفيتشر ده انت مش شرط خالص تكون عارف تفاصيله، ثم تكتشف بقى حاجة تانية ليها دعوة بطبيعتك انت كبني ادم. انا اكتشفت اني شخص لا يحب الفرهدة. يعني بالنسبة لي ان انت تقول لي والله انا هروح اكلم مصدر، وبعدين هنزل من بيتي اروح بقى اركب مواصلات واقعد الف على من مكان للتاني عشان اروح للمصدر الفلاني ده، وبعدين اقعد اسمع منه او نتكلم وبعدين ارجع واكتب واروح لكذا حد. كان بالنسبة لي اكتشفت انه لا، انا بفضل وليكن مثلا الكتابة الدرامية او الاعلانية اكتر، اوكي، او ان انا اكتب رأي خاص بي. كان وقتها اللي بيتقال لي، كانت الدكتور بتاعة الصحافة يعني ربنا يمسيها بالخير تقول لي لا بس انت لسه صغير، انت لسه ما كونش بوينت اوف فيو بتاع. لا حاضر، هقعد اشتغل على تكوينها، ولكن انا مش عاوز اشتغل اديتور يعني. فده اكتشفته في الصحافة العربي، واتأكدت منه في الصحافة الانجليش. دايما كان يتقال لي انت يعني it's very good و creative but it is not journalistic style. فjournalistic style لا، انه it has a lot of voice. يعني كانت قال لي انه الكتابة بتاعتك فيها voice، مش مطلوب انه الكتابة الصحفية يكون فيها voice لصاحبها كده. حاول انه الفويس بتاعك ما يبقاش موجود، حاول انه اسلوبك في الكتابة يبقى ما فيهوش حليات او ما فيهوش استعارات او صوت بشري قوي. فتمام ماشي، اكتشفت ده يعني بمقابل. ثم بعد كده التلفزيون، كنت متخيل انه انا نفسي ومنى عيني اني اشتغل في قناة فضائية، يعني كانت حاجة هي منية القلب والله. اشتغلت، اكتشفت انه لا، انا بالنسبة لي التلفزيون هو في اقصى حاجة. انا اصلا سبت
اي مهنة روتينية عشانه، وهو ان انا كل يوم بالليل بعمل نفس الحاجة. وانا للأسف من الجيل اللي بدأ يشتغل في التلفزيون في المرحلة الموبوءة. يعني احنا للأسف غفلنا، يعني احنا جيل تفتح وعيه على اعلام 25 يناير والتصريحات النارية والاحداث والحوارات اللي بيتشال فيها رئيس وزراء على الهوا وبتاع حاجات كده. ايه انا عايز اشتغل الشغلانة دي وهبذل مجهود. فطبعا يعني لما بدأت انا بقى اشتغل ما كانش فيه اي حاجة خالص. يعني انا كان الوضع صعب، هو كله اعادة تدوير لكلام مستهلك وكلام ملوش لازمة قوي. فلا كانت بصراحة فترة يعني مش حلو. فاكتشفت انه انا ما عنديش استعداد ان انا كل يوم بالليل اروح اطلع بتوكشو. مش عاوز، مش جذاب، ما فيهوش وليكن مثلا ان احنا شغالين على ملف قضية بشكل معين. ما فيش الكلام ده، مفيش الكلام ده حتى وان بدا العكس، ولكن ده في الحقيقة مش موجود. يعني ده معلش لو رحنا يمين شوية، ولكن ادينا خلونا نرجع تاني على اللاين بتاعنا اللي كنا بنتكلم فيه على انه انت مش هتاخد فلوس غير لما يتعرف او غير لما انت تعرف ان انت هل انا بعرف اعمل الشغلانة دي ولا لا. انت دلوقتي هتعرف. انا يعني من التجربة اللي حكيتها لكم عرفت ده ازاي؟ عرفت ده لما ببساطة عملت ده. طيب هل الحاجة اللي انا عرفتها دي حاجة قيمة ومفيدة ليا ولا لا؟ اعتقد بالنسبة لي كانت قيمة ومفيدة جدا. طيب سؤال تاني، هل الحاجة دي يعني خلينا نقول لو انا كنت اخدت عليها فلوس هل انا كنت هبقى فير مع صاحب المؤسسة او صاحب القناة او اي مكان اللي انا رايح له؟ لا، لانه في النهاية هم عارفين داخليا كده في المؤسسات دي انه ما بين كل 20 30 40 50 واحد بيجولنا مش بيكمل في الشغلانة دي غير 4 5 6 10، ولكن فئة قليلة جدا هي اللي بتكمل. وبالتالي في بدايتك انت بتتقاضى مقابل فعلا، ولكنك بتتقاضى مقابل ان انت تعرف نفسك. لانه برضو معلش انا كصاحب عمل ماليش دعوة ان انت جاي تعرف نفسك عندي. يعني ما انت مش جاي تكتشف رغباتك واهوائك عندي انا. انت ممكن والله تعمل ايه ده انا طلعت بحب الصحافة فعلا، ماشي تمام خلاص هنبقى نديلك بقى فلوس عشان انت طلعت بتحب الصحافة، ده موضوع تاني. او طلعت بتعرف تعمل ده بقالك يعني بيسموها كده حاجة لطيفة قوي ان انت بقالك انت ممكن تبقى في الاول لك قيمة بس ملكش سعر. فانت بعد وقت خلاص لما بتتمرد بيتحول ان انت بيبقى لك قيمة وبيبقى لك سعر. والسعر ده بيجي ان انت كشخص بيبقى اسف في التشبيه زيك زي اي سلعة عليك عرض وطلب. انت يوم يعني انت لو دلوقتي واحد جيت قلت لهم والله يا جماعه انا لو انتوا عملتوا كذا ما اديتونيش المبلغ الفلاني انا هسيبكم وامشي، وانت لو رحت مش هتلاقي كشك سجاير يشغلك. هل انت بالنسبه لهم تبقى قوه كافيه ان انت تقعد تطلب فلوس؟ لا، على عكس والله واحد بيدخل مثلا عائد ضخم للمكان اللي هو فيه فيقول لهم والله يا جماعه انا السنه دي عاوز كذا، مناسب مش مناسب اشوف حته تانية. فهنا يبقى لك قيمه وسعر. احنا كده اتكلمنا على انه ابقى انا عرفت انه والله انا فعلا بعرف اعمل الشغلانة دي، ده انا عرفته دلوقتي. ننتقل بقى لنقطة التانية. طيب البعض من الناس اللي بتبقى في ناس يعني صغيرة وبجحة، يعني بتبقى شايفة انه انا لازم اخد كذا. ودي نماذج انا شفتها، تلاقي مثلا ولد بيشتغل شغلانة وهو ما عملش اي حاجة valuable يعني اقدر اعتمد عليه، فتلاقيه بيقعد وانت بتكلمه فلان ازيك بيقولك عاوزين نشتغل على مشروع الفلاني، فتلاقيه بيقولك والله انا الساعة بتاعتي بكذا. الساعة بتاعتك مين يا ابني انت؟ ده من امتى يعني الكلام ده؟ فلا والله انا الساعة بتاعتي بكذا شوفوا بلغني. دي بتبقى مشكلة بالذات مع الناس اللي هي ما عندهاش الحاجة الكافية اللي هي تسند عليها في موضوع زي ده. طيب خلونا نجاوب اكتر بطرح سيناريو. انا دلوقتي واحد قاعد، انا خالد اهو، جيت
تليفوني بيرن، انا خالد مثلا مش اللي عنده 26 سنة، انا خالد اللي عنده 21 سنة او 20 سنة. تليفوني بيرن، في حد بيكلمني، الو ايوه يا خالد ازيك، ايه الاخبار، انا فلان تبع فلان، قال لي ازيك عامل ايه، انا الحمد لله، بقول لك ايه، وراني البروجكت اللي انت عملته لطيف جدا، وكنت بفكر ان انت تعمل اعلان للشركة او للعربية الاكل او للمطعم بتاعي او اي مكان. تمام اوكي. السؤال هنا انا جيت بقى وبقول له طيب هل انا كشخص اخد فلوس؟ ضروري عشان تبدأ تجاوب الاسئلة دي بشكل واضح ليك عقليا، حتى ان انت تبقى فاهم منطق اللي قدامك. دلوقتي انا واحد صاحب وليكن عربية اكل، صاحب صيدلية، صاحب مشروع مثلا كافيه، مشروع يعني مشروع لسه بيبدأ مثلا، وجيت كلمتك انت. تمام، هل انا بكلمك عشان انا اسف في اللفظ سواد عيونك، عشان انا يعني سلبت الارادة بمجرد ما اتفرجت على شغلك؟ ما انت برضو ايه، نبقى منطقيين. ما انت كخالد في الوقت ده ما انت يعني ما فيش حق، يعني انت لسه اصلا انت مش عارف بصمتك انت فين، يعني انت كخالد وقتها انت مش عارف انا بصمتي ايه. هو باختصار شديد جدا شاف حاجة ما بين قوسين لطيفة كويسة ماشي حالها، ولكن هو في نفس الوقت هو شخص مش عاوز يدفع فلوس، ولو دفع هيدفع مبلغ زهيد. يعني وليكن يعني هو عنده محل برجر جديد، فهو اللي في دماغه انه ممكن يديلك 500 جنيه ويعزمكوا على سندوتشات برجر وخلاص، هو ده اللي في دماغه. فانا دلوقتي ودي يعني ده المشهد اللي ببقى عايزه دايما يبقى في دماغ الشخص وهو بينيجوشيت في حتة الفلوس دي، سواء هو صغير او هو كبير. انا لما باجي ادخل في عملية تفاوض او نيجوشيشن، فالنيجوشيشن ده بيبقى ما بين طرفين او اكتر، كل طرف فيهم عنده كروت ضغط على اللي قدامه. يعني انا وليكن عاوز اعمل المشروع ده وبتاع، فاللي قدامي فاهم انه انا محتاج، ده ولد صغير لسه محتاج فلوس، لسه عايز يثبت نفسه، لسه عاوز يبني سي في او بورتفوليو، وفي نفس الوقت انت عارف انه انا عندي طاقة وعندي حماس. بتبقى كلها كروت لطيفة ولكنها ضعيفة التأثير على الارض. يعني انا مثلا مش هرميله كارت الشغف بتاعي ده هيجيبه ارضا، يعني على عكس والله لو انت مثلا بيسموه كده بلغة الشركات اللي بيبيض بيضة ذهب، انت معاك كارت لو ليكن خلاص يا باشا انا خلي حد غيري يعملها لك. فانت في الاول خالص بتبقى شخص كروتك هي حماسك وشطارتك الاولية ومذاكرتك وافكارك الفريش ووجهة نظرك. ده كلام حلو، ولكن ترجمته كفلوس ايه؟ ضعيفة. طيب في الغالب لو انت جيت تتشبث بقى مع الشخص اللي جه رفع عليك سماعة التليفون بتاعه وجي يقولك انا عاوزك تعمل لي اعلان او عاوزك تعمل لي برنامج او اي مكان، انت بتبدأ تسأل طب انا امتى اطلب فلوس او امتى اتشبث اني اخد فلوس؟ انت ممكن تيجي تقول له طب والله احنا ممكن نتكلم في البادجت وبتاع، فهو يبدأ يرجع خطوتين لورا، ولو هو دبلوماسي وشيك في تعامله ممكن يقولك طيب استأذنك طب تبعت لي البورتفوليو بتاعك او تبعت لي السي في او تبعت لي اي مكان اللي انت عاوز تبعته يعني، وفي المقابل يعني اعرضه على الناس اللي معايا طبعا عشان نشوف الموضوع ده. انت هتبعت له ايه؟ تبعت له شوية لينكات سيبريت لمشروع كنت عامله في ورشة، مشروع كنت عامله في الجامعة، مشروع. تمام. طيب عظيم جدا. هو هياخد الكلام ده، ممكن يجي يقولك والله طب تمام انت عايز 1000 جنيه عاوز 2000 جنيه ماشي حاضر هنديهم لك. لكن لو جيت والله انا هعمل الاعلان ده بكذا مبلغ ضخم، فيجي يقولك انه والله بص يا خالد معلش مع كامل الاحترام بس هو لسه سجل الاعمال ممكن ما يبقاش كتير كفاية، واحنا مش شايفين ان احنا مستعدين ندفع المبلغ ده في حاجة زي دي، فاحنا لو كده عندنا استعداد ندفع المبلغ ده والله ممكن نروح لايجنسي صغيرة حتى تعمله لنا، هيبقى بجودة على الاقل هنقدر نحاسبهم يعني. فانت ساعتها هتصاب بالبهتان كده وتسكت وتلاقي نفسك مضطر او محرج انه طب خلاص انا هعملها.
طيب يبقى انت من الاول ما تدخلش الدخلة دي لو انت مش عارف كويس قوي ان انا معايا كروت اعرف اطلعها في وقت معين. عشان برضو ايه نبقى يعني بنبص للموضوع من كل الزوايا. في ناس شاطرة في النيجوشيشن ده، انه هي بتبقى قادرة تحدد هي فين بالظبط على التراك بتاعها، مش بتعتمد على اللي قدامها. فممكن يبقى عارف انه وليكن المشروع ده هيضيف لي بس انا ممكن ما اخدش فيه فلوس خالص، فيبدأ يقول طيب تمام انا هعمل لك ده، بس هناخد تكلفة الحاجة، المعدات اللي هنأجرها، الكلام ده كله، ومش هاخد منك فلوس خالص، ولكن انا عاوز انه الاعلان يتعمل لي منشن فيه، او انا ابقى قادر انزله عندي على الفيسبوك او ننزله مع بعض، يعني اي مكان. ده نوع. في نوع تاني ممكن يبقى عارف انه عنده سنة حاجة يتسند عليها، فيجي يقول للي معاه طيب تمام مفيش اي مشكلة. طب وليكن مثلا انت البادجت بتاعتك 5000 جنيه، طيب هي بادجت يعني تمام it's acceptable for me، بس مع ان ال 5000 جنيه ما يليقش مع acceptable for me خالص، بس معلش ما عليه وليكن يعني. طيب هي مقبول بالنسبة لي، بس انا برضو عشان انت تبقى مطمن ومؤمن في الاول على فلوسك وما تفضلش طول الوقت، وعشان ما يفضلش يوتر الكرياتيف اللي بيشتغل، يعني انا مش هاخد منك حاجة في الاول، ولكن بمجرد ما الاعلان او الحاجة اللي انت عايزها دي تخلص انا هاخد الفلوس، هاخد كذا، ممكن اخد اكتر كمان، وليكن اخد 7 يا سيدي، تمام، بحيث ان انت تكون ضمنت ان الحاجة عجبته. طيب مشكلة الموضوع ده ممكن تبقى في ايه؟ ان هي حاجة شائكة شوية. بمعنى ايه شائكة شوية؟ بمعنى انه مش كل الناس محترمة، مش كل الناس شيك في تعاملها. في ناس بتبقى فاهمة انه والله طب تمام انا هسيبه شغال عادي جدا ونيمه خالص، واجي في الاخر اطلع القطط الفطسانة في الشغلانة. لا اصل الاعلام ما جابش تأثير، لا اصل مش عارفة ايه، لا اصل المدة، لا اصل الكلام ده كله، وهو يبقى حتى involved او موجود في مراحل تنفيذ المشروع كله، ولكن يبدأ انه بس اصل اللي كلام كده. حركة زي دي لو انت هتعملها هتبقى محتاج تبقى عارف كويس انت بتتعامل مع مين، ومن ثم تقدر ان انت تشوف ده ينفع معاه كذا، ده ما ينفعش معاه كذا. ودي الحتة اللي بتيجي من الخبرة. هو الخبرة في هنا، انت اللي بتتعلمه في الشغلانة نفسها ما بيبقاش كتير قوي بقدر اللي انت بتتعلمه في الخبرة. يعني انت عامة اللي انت ممكن تتعلمه في الشغلانة يبدو ما هو ده الحمق اللي بيبقى عند الواحد وهو اصغر شوية. وانا اصغر شوية ببقى شايف انه هو اللي بيخرج ده مثلا بيعمل ايه، او اللي كتب سكريبت ده بيعمل ايه. لا هو بيبقى he has got experiences اكتر بكتير، او تحصل على خبرات اكتر بكتير يقدر بيها انه يحمي مشروعه ويطلع مشروعه بالشكل اللي هو عاوزه، يقنع اللي قدامه باللي هو عاوزه عن طريق ادوات اكتسبها. ازاي تقابله تشالنجز يتعامل معاها، ازاي لو حاجة باظت في اللوكيشن يعرف يتصرف، ازاي لو شغال مع سيلبرتي حصل كذا. دي كلها ده اللي مقصود بيها بقى فكرة الخبرات. لكن انت مش هتيجي تتعلم وليكن مثلا انا الجنجل اكتبه بالطريقة الفلانية، اصل الفكرة دي بتعمل كذا، اصل هصور او ازاي اعمل ديكوباج كرياتيف بالشكل ده. هو الموضوع مش الديكوباج اللي هو تقطيع حجم اللقطات، يعني ميديم لونج، مش عارفه هتتحرك ازاي، هنقطع على ايه كده. يعني انت خلاص ده مش ده المشكله، مش ده اللي بتبقى انت بتعرفه. كان من قريب مارتن سكورسيسي عامل زي فيديو كده مع احدى المجلات الامريكيه، وبيتكلم انه انا شخصيا I'm stuck into the principles، او انا لازق في فكرة المبادئ. بيقول انا اغلب تفكيري بيبقى medium long close pan left pan right track in track out. دي بتبقى التفكير اللي عندي الاول وانا بحكي الحدوتة. في تفاصيل تانية دي بتاعت departments تانية، فدي مش بتاعتي. فالمقصود بقى بفكرة الخبرة في الحتة دي، لا التفاصيل دي تفاصيل انا ازاي اعظم الفايدة اللي انا باخدها، ازاي اقدر اتحصل على فلوس اكتر من اللي انا بعمله. ده كله بتقدر ان انت يعني تتحصل عليه على مدار مشوارك.
اخر نقطة في الموضوع ده قبل بقى ما ننتقل لموضوع او نختتم كلامنا النهاردة ونستكمله في المرة الجاية. البعض من الناس بيبقى شايف انه المؤسسات بتستغله في حاجة زي دي، انه يعمل شغل وما ياخدش مقابل، يجرب او للأسف في ناس كمان بيطلب منها ان هي تدفع فلوس، وده غلط يعني ومش مقبول. يعني ما تعملوش، ان انت لو مؤسسة طلبت منك ان انت تدفع فلوس عشان تتدرب، لا ما تعملش كده خالص يعني. فالبعض بيبقى شايف انه ده استغلال، وانا شخصيا لما كنت اصغر في السن كنت شايف كده، كنت شايف انه انا بأستغل، وانه ليه وازاي وانا لن اسمح ولن اعمل وكل الكلام ده. طيب ماشي تمام، بس لما ترجع بقى تبص دلوقتي، لا انا الناس دي ادتني، ما ادتنيش ميات ورق في ايدي، بس ادتني ان انا اعرف معلومة عن نفسي قيمة جدا، انه وليكن انا مش عاوز اعمل الحاجة دي معلومة تخلي مسار حياتك مختلف، وبالتالي تستحق ان انت تدفع فيها فلوس عشان تعرفها. تمام، هو بيديلك تجرب في معمله، فمش كمان هيديلك مقابل. في بعض المؤسسات انا تعاملت معاه ممكن تديلك مثلا مبلغ رمزي 500 جنيه 1000 جنيه 2000 جنيه، ودي مؤسسات انا تعاملت معاه. وفي مؤسسات تانية بالنسبة لها هو انا ماليش دعوة بالكلام ده كله، انت جاي تتدرب تمام. وحتى اوقات كتيرة جدا مش شرط ان هو يهتم يعلمك حتى يعني، ولا كأنه شايف حاجة، مش فارق مع الموضوع في المجمل. لا هو مش استغلال، انت بس لازم تبقى اوير او واعي بانه انا بعرف عن نفسي اكتر في المكان ده ولا لا، الشغلانة دي اضافت لي ولا لا. ده اللي انت بتكون محتاجه في البداية. ثم بعد كده نبدأ نشوف انا محتاج اخد فلوس كام في المشروع ده، اتناقش في المبلغ، ازود انقص، وهي من التفاصيل اللي هنتكلم فيها باستفاضة اكتر في المرة الجاية وفي الجزء الثاني من الحلقة، وهي علاقتك بالشخص اللي طالب منك الخدمة، وتقدر ازاي ان انت تاخد حقك، ازاي تقدر تتفاوض في حقك اكتر. تفاصيل اكتر وحاجات اكتر هنتكلم فيها المرة الجاية، وهذا ما تيسر لنا قوله. اتمنى انه الحلقة تكون عجبت حضراتكم، اتمنى انها كانت تبقى مفيدة. ياريت تقولوا لي رأيكم في الكومنتس، مهتم جدا وحابب جدا اني اسمع رأيكم. ياريت كمان لو الحلقة عجبتكم تشتركوا في المنصة اللي حضراتكم بتسمعونا منها، سواء يوتيوب عادي او ميوزك، سواء جوجل بودكاست، ابل بودكاست، ديزر، كاست بوكس، انغامي، سبوتيفاي. تشتركوا وتفعلوا النوتيفيكيشن بيل او زر الجرس يعني عشان يجيلكم كل جديد اول باول. ولو حابين ان انتوا تتواصلوا معنا على اي منصة هتلاقوا اللينكس موجودة تحت في الديسكريبشن او في توصيف الفيديو تحت هتلاقوها موجودة. وانتظرونا الحد الجاي وحلقة جديدة من بودكاست كولاج. سلام عليكم.